السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت طالب في تالتة اعدادي ان شاء الله الفيديو ده يهمك بشكل كبير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن درس جديد في التاريخ تالتة اعدادي الترم الثاني، وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي عن طريق السلام مع رئيس محمد انور السادات. طبعا احنا عندنا رئيس السادات هو ادرك ان الموضوع الحرب ده بيستنزف طاقات بشرية ومادية، ولذلك بدأنا نسعى نحو السلام. أول حاجة حصلت يا جماعة مبادرة الرئيس السادات بزيارة إسرائيل سنة 77 عام 1977، وإحنا هنلاقي الأحداث كلها 77 وبعدين 78 وبعدين 79 ورا بعض. سنة 77 بادر الرئيس السادات بزيارة إسرائيل، يعني هو لسه ضاربهم علقة في حرب أكتوبر 73، وبعدين راح لحد عندهم يقول لهم يا جماعة أنا جاي مدينة إيدي بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طيب يبقى رئيس السادات زار إسرائيل ليه يا جماعة؟ ينادي بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. يعني إيه سلام عادل؟ السلام العادل مش اللي أنت تبقى معاك سينا وأنا أعيش معاك في سلام، لا ده كده اسمه ضعف. أما السلام العادل اللي أنا آخد أرضي كاملة وبعدين أعيش معاك في سلام، هو ده السلام العادل. فرئيس السادات ندى معاهم بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة، مش لينا إحنا بس. وطالب من دول العالم زي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي انها تقف معاه وتسانده من اجل تحقيق السلام، وقال لهم كده باللفظ، قال لهم ان الحرب استنزفت موارد البلاد البشرية والمادية. يعني ايه استنزفت موارد البلاد البشرية؟ يعني جنود كتير اتقتلوا، وللاسف هو مين بيروح يحارب؟ كبار السن ولا الشباب؟ الشباب. فالشباب اللي المفروض بيشيل الدولة وبيرفع الاقتصاد وبيشتغل، دول مات منهم جزء كبير في الحرب. ده استنزاف موارد بلاد بشرية. طب ايه استنزاف موارد بلاد اقتصادية او مادية؟ حضرتك عارف ان الطلقة اللي بتنضرب لها ثمن، صح لا؟ طب شوف كمية النيران اللي انضربت في حرب اكتوبر، شوف كمية الاموال اللي اتصرفت على الاسلحة. ولذلك حرب اكتوبر او زي ما قال الرئيس السادات ان الحرب استنزفت طاقات البلاد البشرية والمادية. طب ايه النتائج المترتبة على زيارة الرئيس السادات لاسرائيل؟ بص حضرتك، تم فتح الباب امام قبول اسرائيل بمبدا التفاوض، غصب عنها لازم هتقبل بمبدا التفاوض مع الاطراف المعنيه المهتمه. ليه ما تقدرش ترفض اسرائيل؟ الراجل جه لحد عندكم، خبط الباب وقال يا جماعه انا عايزين سلام، رغم ان هو كسبان المعركه ومنتصر، لكن الراجل طلب السلام. طب لو اسرائيل رفضت يبقى قدام العالم كله هي اللي مش عايزه السلام، يبقى هنا اجبرت اسرائيل على الدخول في مبدا التفاوض. طيب خلصت زيارة الرئيس السادات لإسرائيل سنة 77، دخلنا في السنة اللي بعدها 1978، حصل مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد. مؤتمر يا جماعة كامب ديفيد. المؤتمر ده دعا ليه الرئيس الأمريكي كارتر، بالمناسبة هو لسه عايش لحد النهاردة. دعا له اثنين، رئيس مصر محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل بيجن. يبقى كارتر ده رئيس أمريكا، بعت دعوة للرئيس السادات تعالى احضر عندي في مؤتمر كامب ديفيد، ودعا دعوة لبيجن رئيس وزراء إسرائيل اتفضل اقعد معايا. وحضر اجتماع ما بينهم هم الثلاثة، وكان في النتيجة المترتبة على مؤتمر كامب ديفيد التوصل لإطار معاهدة السلام. يعني ايه التوصل لإطار معاهدة السلام؟ يعني تم وضع الأسس العريضة لمعاهدة السلام، هنتفق على 1 2 3. يبقى ما النتائج المترتبة على مؤتمر كامب ديفيد؟ التوصل لإطار معاهدة السلام. مين اللي دعا المؤتمر؟ الرئيس الامريكي كارتر. طب دعا مين ومين؟ دعا رئيس مصر السادات، دعا رئيس وزراء اسرائيل بيجن. تمام. السنه اللي بعدها بقى 1979 تم عقد معاهده السلام بين مصر واسرائيل، بنسمع عنها كتير الايام. معاهده السلام الاطراف مصر واسرائيل برعايه ومشاركه الولايات المتحده الامريكيه. نصت على ايه؟ هقول لك نصوصها، بس هتلاقي ان كل او معظم نصوص معاهده السلام قايمه على قرار مجلس الامن رقم 242. ولذلك الأساس اللي قامت عليه المعاهدة هو قرار مجلس الأمن رقم 242. أول شرط في المعاهدة انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. السادات رحمة الله عليه زي ما بيقولوا كده بطل الحرب وبطل السلم. السادات قال لهم إذا كنتوا عايزين نعمل سلام، أول شرط وأهم شرط لازم تنسحبوا كامل من شبه جزيرة سيناء، غير كده مفيش سلام. يبقى رقم 1 الانسحاب الكامل من سيناء. طب نمرة 2 إقامة علاقات اقتصادية ودية سياسية اقتصادية ثقافية بين البلدين، يبقى بيننا شغل، يبقى بيننا علاقات، يبقى في سفير اسرائيلي ابن الذين في مصر وسفير مصري في اسرائيل، ان شاء الله ينطرد قريب السفير الاسرائيلي. خلاص؟ طيب ايه تاني؟ قال لك حريه الملاحه في الممرات الدوليه، يقصد بيها خليج العقبه، مصر ما تقفلوش تاني زي ما حصل قبل كده. طب ايه كمان؟ قال لك انشاء مناطق محدوده السلاح على الحدود بين مصر واسرائيل، نيجي على الحدود بين مصر واسرائيل تتعمل منطقه محدوده السلاح ونحدد فيها عدد الاسلحه وعدد القوات. معايا حضرات؟
طب ايه كمان؟ قال لك احترام كل دولة سيادة دول المنطقة على دينها، كل دولة تعترف بالتانية وتحترم سيادتها، ومصر تعترف بوجود إسرائيل وبسيادتها. ايه كمان؟ قال لك التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242، يطبق قرار مجلس الأمن رقم 242. طب ايه تاني؟ قال لك البدء مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين للضفة الغربية وقطاع غزة. ده معناه ان معاهدة السلام ما كانتش قاصرة على مصر فقط، مش مصر بس، لا ده السادات برضو طالب بحقوق الشعب الفلسطيني. يا جماعة احنا عايزين نعمل مفاوضات عشان نجيب للناس دي حكم ذاتي للفلسطينيين على حاجتين، الضفة الغربية وعلى قطاع ايه؟ غزة. تمام. مضى السادات، مضى بيجن طبعا بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت النتيجة الحمد لله انسحبت إسرائيل من سيناء كاملة ما عدا منطقة صغيرة اسمها طابة. يوم 25 ابريل سنه 1982 رفع العلم المصري فوق شبه جزيره سيناء، ولذلك هذا اليوم في التاريخ بنسميه عيد تحرير سيناء 25 ابريل كل سنه. طيب ايه يا مستر ما عدا طابا دي؟ اقول لك هي اسرائيل انسحبت من سيناء كلها ما عدا جزء صغير اسمه مدينه طابا. هي قالت بتاعتنا، اسرائيل قالت ان طابا دي جزء من ارضها، هي اصلا ملهاش ارض في الحقيقه، ومصر طبعا طابا هي ارضها. طيب نعمل ايه يا جماعه في الموضوع ده؟ نحارب اسرائيل عشان ناخد طابا اللي مساحتها صغيره، ولا نسيبها لهم؟ حاربهم؟ لا، احنا في من ضمن شروط معاهده السلام برضو ان انهاء حاله الحرب بين مصر واسرائيل وحل المنازعات بالطرق السلميه. طب نعمل ايه؟ نسيبها لهم؟ ما ينفعش نسيب ارضنا. احنا الحمد لله رحنا لمحكمه دوليه اسمها محكمه العدل الدوليه تابعه للامم المتحده، ورفعنا قضيه وقدمنا خرائط قديمه بتثبت ان طابا ضمن حدود مصر.